الجنسية الألمانية حلم عند ناس كتير. ناس بتقدر نسبيا ان هي تحقق الحلم ده بسهولة، وفي ناس ممكن تقعد 10 و20 و30 سنة ومش عارفين ان هم يحققوه. النهاردة جايب لك خلاصة خبرة تنانين عايشة في ألمانيا. التنانين دول قدروا ان هم يحصلوا على الجنسية الألمانية بصورة مدهشة ورهيبة جدا. فاهمين النظام احسن ما المحامين فاهمين النظام. هقول لك ان شاء الله على نصايح تقدر تجيب بيها الجنسية الألمانية بسرعة. ورقة وقلم وتعال احكي لك. النصيحة الأولى: ابعد عن المدن الكبيرة زي هامبورج، أسن، برلين وإلى آخره. المدن الكبيرة دي بيبقى عليها زحمة غير طبيعية، فعشان بس تجيب ميعاد عشان تقدم الورق أنت ممكن تقعد سنة سنتين ثلاثة. المدن الصغيرة أو الأرياف ميزتها إن فكر فيها كده، هو في كام واحد أصلا أجنبي في البلد عايز ياخد الجنسية؟ 10 20 30، رقم قليل جدا. فبناء عليه أنت بتقدم ملفك وهو مفيش حد غيرك مقدم ملفه في الوقت اللي أنت مقدم فيه، ففرصك بتبقى أعلى بكتير جدا ان ورقك يخلص بسرعة اكتر من لو انت في المدينة الكبيرة. النصيحة التانية: ما تاخدش اي دعم من الحكومة طالما انت ما خدتش الجنسية. لا يخفى عليك ان انت عندك ملف جميل حلو من اول يوم انت دخلت فيه المانيا لحد النهاردة كاتبين كل حاجة عنك فيها بالتفصيل. اللحظة اللي انت بتاخد فيها دعم يعني انت غير قادر على ان انت تصرف على نفسك، يعني هو مش هيديك الجنسية. من الاخر اعرف ناس كتير جدا كان الفايلات بتاعتهم تحفة، بس في لحظة كده ضعف واخد دعم من الحكومة والملف بتاعه اتأخر لفترة طويلة جدا عقبال ما اخد الجنسية. ما تاخدش اي دعم من الحكومة. النصيحة الثالثة: في لستة كده فيها الأوراق المطلوبة منك عشان تقدم على الجنسية. في فخ وحش قوي بيتعمل إنك بتجيب الورق المطلوب بالظبط وبتقدمه، وبعد ما تقدمه تكتشف إن أنت كان المفروض تقدم ورق أكتر منه وهم ما قالولكش. معرفش بقى بسبب إن الموظفين مش عارفين، تعنت، بغض النظر، بس شوف الحاجات المطلوبة دي وهتجيب عليها حاجات أكتر. الحاجات الأكتر دي ممكن ما تكونش مطلوبة منك، أنا بأكد على نفس المعلومة، ممكن تكون مش مطلوبة منك، مش مشكلة، بس المهم إن أنت هتجيب الحاجات الزيادة اللي هقولك عليها. طبعا الموضوع بيختلف من ولاية لولاية ومن مدينة لمدينة، لكن هقولك على الحاجات الزيادة الأساسية اللي المفروض تجيبها. الحاجات الأساسية كده كده اللي بيتقالك عليها: إفرادات المرتب لآخر 3 شهور، ساعات بيطلبوا البنك ستيتمنت بس لآخر 6 شهور، بس نادرة قوي. اللي بيطلب أكتر هو إفرادات المرتب لآخر 3 شهور، ورقة من المعاشات بتثبت إن أنت دافع المعاشات بتاعتك آخر 18 شهر، عقد الإيجار، شهادة اللغة، اللي هو الامتحان بتاع الجنسية اللي هو امتحان سهل جدا. وخد بقى النقطة الزيادة دي: السي في بتاعك شهادة بتثبت إن أنت تطوعت في جمعية خيرية على الأقل لمدة سنة، وكمان طبعا الشهادة اللي بتثبت تمكنك من اللغة الألمانية. القانون بتاع الجنسية عندك القانون القديم والقانون الجديد. القانون الجديد لم يطبق حتى الآن. يقال في القانون الجديد انك انت ممكن بدل ما كنت تاخد الجنسية في 8 سنين تاخدها في 5 سنين، وفي بعض الحالات الاستثنائية ممكن تاخدها في 3 سنين. القانون الحالي انت المفروض بتاخدها في 8، تقدر ان انت تقلل ال8 دول وتخليهم 5. لما اجي اقدم بقى على الجنسية اعمل ايه؟ يعني هل استنى لحد اليوم اللي انا تميت فيه ال3 او ال5 او ال8 سنين عشان اقدم؟ لا، قدم قبل ميعاد التقديم بتاعك ب6 شهور. حقك قانونيا تقدر تعملها، غيرك عملوها ونجحوا. بتقدم قبلها ب6 شهور ليه؟ عشان هو يقعد يدرس الورق بتاعك في خلال ال6 شهور، وبعد كده اليوم اللي انت المفروض خلاص فيه كده تميت المدة بتاعتك 3 او ال5 او ال8 تاخد فيها الجنسية. لكن لو قدمت 6 شهور يعني في ميعادك وطنشت قصة 6 شهور، فهيقعد 6 شهور بيدرس في الملف بتاعك، وبعديه هتاخد الورق، فانت كده اخدت، وبعد كده تاخد الجنسية، فانت كده اخدت الجنسية متأخر. طيب، في بعض الحالات في المدن الكبيرة بيحصل تعنت من الموظفين. تروح تقدم الملف بتاعك ويقعدك سنة سنتين 3 سنين. الزن بيجيب ساعات، بس في بعض الأحيان ما تفهمش بقى هو تعنت من الموظفين ولا ايه، الدنيا بتقف. تبقى انت مرة واحدة مقدم ورقك وكل حاجة جاهزة والدنيا وقفت. في الحالة دي انت محتاج محامي. كنت بتكلم مرة مع محامي، فالمحامي قال لي احنا بنعمل ايه؟ بنتأكد اول حاجة ان الورق بتاعك جاهز وان انت الملف بتاعك مظبوط 100%، وبعد كده بنبعت زي نوتس للمكتب بتاع الجنسية، بنقول لهم قانونا انتوا المفروض تبصوا في الملف بتاعه في خلال المدة الفلانية، فاحنا هنديكوا زي نوتس بيريود كده في خلال الشهر الجاي، لو انتوا ما ردتوش عليه احنا هنرفع عليكم قضية. قال لي 99% لما بنبعت الجواب ده بس ليهم هم بيخلصوا الورق ويبعتوه عشان ايه؟ يتفادوا اي مشاكل. محتاج محامي شاطر كويس محترم ثقة، مش نصاب، عشان النصابين بيبقى عايز ياخد منك فلوس فبيسحلك في تفاصيل ملهاش اي 30 لازمة وانت عمال بتدفع فلوس على الفاضي. نقطة تانية مهمة جدا: قبل ما تروح الميعاد بتاعك اللي بتقدم فيه الورق لازم تاخد معاك نسخة من
قانون الجنسية مكتوبة. أحد المواقف الطريفة اللي حصلت، واحد كان رايح يقدم على الجنسية، وهو هناك الموظف قال له انت ما ينفعش تقدم دلوقتي، قال له انت الورقة دي مش مطلوبة، وان انت محتاج تقدم كمان سنة او حاجة كده. فالشخص ده اتكلم معاه وقال له بس ثانية واحدة، هو قانونيا انا من حقي ان انا اقدم دلوقتي لان انا عديت المدة المطلوبة. وقام فتح الورقه اللي هو طبعها بتاعه القانون، طبقا للماده كذا في القانون يقال لو انا متخرج من جامعه المانيه ومتطوع لمده سنه وشغال لمده 18 شهر فول تايم، فانا من حقي ان انا اخد الجنسيه في 5 سنين مش 8 سنين، فانا المفروض تميت الخمس سنين دلوقتي، فانا المفروض ان انا اقدم ومن حقي ان انا اقدم. او هو كان فاضل له 6 شهور حتى ساعتها، فمن حقي ان انا اقدم قبل 6 شهور. اللي حصل ان الموظف فتح الكتاب بتاع القانون وراجع على المواد اللي مكتوبه، وقال له انت عندك حق وفعلا تقدر ان انت تقدم، وهنقدم ويعني هستلم منك الورق وكل حاجه دلوقتي. فيبقى معاك القانون وتبقى قاريه كويس جدا قبل ما تروح، عشان اي مناوشات انت بتستدل بالقانون فما حدش يقدر يقول لك حاجه. النقطه اللي بعديها، حط نفسك مكان الموظف الالماني اللي قاعد في المكتب وانت رايح. الموظف هيبقى عايز يسهل لك الدنيا ويديك الجنسيه فعلا امتى؟ لما يلاقي ان انت حد شغال وعايش في المانيا ومستقر وما عليكش اي قضايا، ما عليكش اي حوارات، والدنيا مستقره وما فيهاش اي مشاكل. لو انت رايح داخل المكتب صوتك عالي وبتعمل دوشه واتخانقت بره وانت داخل وعامل حوارات قد كده، الغالب ان هو مش هيسهل لك الدنيا. حط نفسك مكانه، هتلاقي ان انت شايف ان الجنسيه دي حاجه يعني محترمه وحاجه مهمه وحاجه قيمه جدا ياخدها اللي يستحقها. فخليك حتى في حياتك في المانيا ماشي صح، ولا انك تبقى بتزور ورق زي ما الناس بتزور ورق، ولا انك تبقى بتعمل حوارات وخناقات والكلام ده والبوليس يجي والقصص دي. خليك ماشي كويس، ملفك هيبقى نظيف، هتاخد الجنسيه ان شاء الله بسهوله. للاخوه المصريين، التنازل عن طريق القنصليات اللي موجوده هنا بيطول وانت ما بتبقاش عارف هو هيخلص امتى. اعرف واحد كان بيتنازل هنا من جوه المانيا وقدم الورق بتاعه ومفيش رد، شهر شهرين 3 4 5 6 مفيش رد. وبعد كده نصحه واحد قال له بقول لك ايه، خش على اللي هي الجريده الرسميه الالكترونيه مش فاكر اسمها ايه، ودور على اسمك عشان تعرف التنازل موجود ولا لا. فما هو دخل على الجريده وقعد يبص بقى في الاعداد القديمه كلها لحد ما لقى اسمه نزل على الجريده، بس ما حدش كلمه. فقام بعت لهم تاني قال لهم يا جماعه انا اسمي نزل في الجريده الرسميه واهو اسمي، انا ليه انتوا بتقولوا لي التنازل مش موجود؟ وقعد يحاول معاهم كتير كتير لحد ما التنازل جه في الاخر. التنازل من داخل المانيا بطيء قوي، التنازل من داخل مصر سريع قوي. فلو انت عايز تنجز انزل خلص التنازل بتاعك في مصر وتعالى. لو انت حد بقى عايز موضوع ازدواج الجنسيه ومش عايز تتخلى عن الجنسيه المصريه، محتاج ان انت تستنى لحد ما القانون الجديد يطبق. خدعه تانية المصريين بيحاولوا يعملوها، فكره انه ياخد الجنسيه، يسقط الجنسيه المصريه وياخد الجنسيه الالمانيه ويغير حرف في الاسم ويرجع الجنسيه المصريه تاني، او ان هو يقدم على الجنسيه المصريه وبدل مثلا ما اسمه احمد محمد عبد الله يخليه احمد عبد الله على طول. الحركات دي كلها يا جماعه بتتقفش، ولما بتتقفش هيسحب منك الجنسيه الالمانيه. فانا شايف ان هو ريسك ملوش اي 30 لازمه. ما تريسكش. لو انت مش قادر وعايز بقى يبقى معاك الجنسيه المصريه باي طريقه، استنى لحد ما القانون الجديد يطبق، بس بلاش اللعب ده اخرته وحشه. حاجه تانية الاخوه المصريين بيحاولوا يعملوها، فكره ان هو يثبت ان هو عنده املاك، يجيب محامي ويقول انا عندي ارض في مصر ب 10 مليون جنيه وعندي شاليه في الساحل وعندي والاملاك دي كلها هتسقط من عليا لو انا اخدت الجنسيه. المحاولات دي يا جماعه بتفشل يعني بنسبه كبيره جدا، ونادرا لما في حاجه بتعدي كده. الاعم ان هو بيفشل القصه دي. حاجه بقى اخيره، خلي بالك ان انت لو زورت في اي ورقه من الورق اللي انت مقدمه وتم اكتشاف الامر ده بعدها ان شاء الله ب10 سنين، من حقهم ان هم يسحبوا منك الجنسيه. فانت لو متنازل عن الجنسيه المصريه وسحبوا منك الجنسيه، هتبقى كده ايه، سلبوته من غير اي جنسيه. فنصيحه، ما تزورش في الورق، امشي صح 100%، لان دي حاجه خطيره جدا. بتروح بتقدم بعد ما بيجي لك الموافقه، بتروح بتدي الباسبور بتاعك المصري والبطاقه بتاعتك هناك، وبتعمل القسم الالماني اللي هو ان انت مش هتضر المانيا في حاجه وان انت هتكون مواطن كويس والى اخره. وبتاخد الورقه اللي هي الورقه الخضراء اللي هي دي ورقه الجنسيه، خلاص انت كده بقيت متجنس، بقيت الماني. بالورقه دي بتروح تطلع بقى الاقامه الجديده بتاعتك اللي هي معرفش بقى 10 سنين ولا قد ايه، وبتروح تطلع الباسبور بتاعك. الباسبور بيختلف من مكان لمكان، في باسبور السريع اللي هو ممكن يخلص على طول، وفي الباسبور اللي هو العادي اللي بيقعد له 6 اسابيع، وفي اوبشن بقى ان انت ايه مش عارف الباسبور يبقى فيه 30 ورقه ولا يبقى فيه 20 ورقه، يعني شويه اوبشنز كده تحابيش. مهم ان انت ايه، عمليه استخراج الباسبور سهله مش معقده، بتنجز على طول. يعني هتخلص باسبورك، هتخلص البطاقه بتاعتك وخلاص، حياتك الى حد ما استقرت. محتاج بس ان انت تبعت للبنك، تبعت للجيم، تبعت للجامعه، تبعت للشغل، تبعت لكل حاجه مش حكوميه ان انت بقيت الماني عشان يغير لك كل حاجه.
خاصه البنك، لان البنك في بعض الاوبشنز مش متاحه لغير الالمان اللي ليها علاقه بالاستثمار والى اخره. محتاج بس انت تلف لفه كده على كل حد في حياتك وتقول لهم يا جماعه انا بقيت الماني، عشان بس يظبطوا الورق بتاعك. حاجه اخيره بقى خالص، بعد ما بتاخد الجنسيه في ناس بيبقى اسمها احمد محمد عبد الله عويس درويش، اسم طويل. فبيقول انا لما بتيجي تطلع، هو بيقول لك لما تطلع بعد ما تطلع جنسيه، هو بيقول لك انت حابب تحتفظ بالاسم كله زي ما هو ولا حابب ان انت تاثر الاسم. فالغالب ان الناس بتاخد الاسم الاول واسم الاسره وبيأثر الاسم بحيث ان الاسم يبقى زي الاسماء بتاعه الالمان، بس انت مش مضطر تعمل كده. خلي بالك ان انت لو عملت كده انت مالكش غير تغير اسمك مره واحده في عمرك كله، والتغييره دي في ناس يبقى واحد اسمه احمد يغير اسمه يخليه محمد، حقك ان انت تعمل كده، بس حقك مره واحده بس في عمرك كله. ففكر كويس قبل ما تاثر اسمك وتخليه الفيرست نيم واللاست نيم ان ده اللي انت عايزه، عشان ما تندمش بعد كده وتقول يا لهوي انا ما بقتش عارف اغير اسمي. من حقك لما تجيب اطفال في المانيا، لو انت قصرت اسمك وخليته مثلا احمد عبد الله مثلا، وخلفت ابنك سميته محمود، فبقى محمود احمد عبد الله، هيقول لك لما ابنك يتولد لا انت هتسميه محمود عبد الله بس. انت هتقول لهم لا انا عايز اخلي انا اسمي الميدل نيم اللي هو احمد احط في النص. من حقك ان انت تعمل كده، هيلبضوا معاك شويه بس من حقك ان انت تعمل كده عادي جدا. اي حد عنده اي سؤال في اي حاجه ليها علاقه بالمانيا او اي حاجه ليها علاقه بالجنسيه يبعت لي، وكالعاده ادعي لي.